تعني أن لا حارس في القصر؟ لا، لم يبق إلا رودامون. لكن رودامون وحده لا يستطيع حراسة هذا القصر الكبير كله. إذن؟ توجد في المخزن أشياء كثيرة وثمينة. أنا عاجز عن فعل شيء بمفردي. ماذا إن رأت السيدة زليخة أن تسرحنا؟ أنا لن أترك هذا المكان تحت أي ظرف. أرجو أن لا يحصل ذلك أبدا، لأني لا أدري كيف سأتمكن من ترك القصر والسيدة أيضا. أظن أن علينا أن نذهب من هنا قريبا. الحراس يلتحقون بجيش مصر والكهنة بمعبد آمون، أما نحن فإلى أين؟ منذ الطفولة ترعرعنا في هذا القصر. أرجو أن لا يحصل ذلك أبدا يا أخي. هل حصل شيء عالي المقام؟ أجل، أمر بالغ الأهمية. لدي أعمال في منفس علي أن أقوم بها. اذهب إلى طيبة وسلم هذه الصحيفة إلى أخناتون. أمرك مطاع. متى سوف تنطلق؟ من يوم هذا سوف أركب الفلك عبر النيل. حفظك الله. لقد جعلتني أشعر أنني عبثاً أقوم بطلب يوزرسيف منك. لا تجزع. صرت بائسا. أنت لا ذنب لك، لا تنتحر. جناب رودامون، أحلف بالآلهة على أنني لست مذنبا. والآن ماذا أقول للسيدة زليخة؟ إن علمت فسوف تعاقبني. من روعك. ما الأمر؟ ماذا يجري هنا؟ لقد أغاروا على المخزن يا سيدتي. عندما قصدت المخزن صباحا لم أجد فيه شيئا. ماذا أفعل؟ يا لتعاستي. ما هذا رودامون؟ لم يحدث أن وقعت سرقة في قصرنا. ماذا كنت تفعل؟ أخبرتك سيدتي،
لم يكن عليكم تسريح الحراس. أنا بمفردي عاجز عن حراسة قصر بهذه الساعة. لقد أغاروا علينا. إن علمت من الفاعل فسوف أقتله. أصبحت بائسا. كف عن عويلك ونحيبك. أمر وقد وقع. لن تتمكن بنحيبك هذا أن تخفي عدم جدارتك. أمرك سيدتي، أمرك. ما أطيب الطعام في هذه الآنية الجميلة. فلنذهب. هذه تحبها السيدة كثيرا، لا تأخذيها، ليس أمرا صائبا. هذا أجر سنوات من الرق. لقد هرمت السيدة، ما حاجتها إلى هذه؟ سيدتي، ألم تفقدي شيئا من صندوق المجوهرات؟ اختفى عقد اللؤلؤ. أظنني أعرف من الذي سرقه. علي أن أقف بوجههم ما لم يفروا. توقفا! رودامون، امنعهما من الخروج. إلى أين؟ ما الذي تخبئينه؟ هل كان هذا جزاء لعمر من المحبة والاهتمام؟ يجب أن تجلدا بالسياط حتى الموت. يجب رميكما في السجن حتى تصبحا عبرة. لستما سوى خادمتين بلهاوين. اركعا طالبتين العفو من السيدة زليخة فتنظر في أمركما. اركعا لتعفو عنكما السيدة. اصفحي عنا سيدتي. نطلب العفو سيدتي. سيدتي نرجوك أن تصفحي عنا. اصفحي عنا سيدتي. سيدتي لقد أخطأنا. ابتعدا عن ناظري، لا أريد أن أراكما. أخرجوهما من قصري. لو كنت مكانكما لكنت قتلت نفسي، أو كنت لأعمد إلى إغراق نفسي في النيل. ابتعدا من هنا وإلا قضيت عليكما جلدا بالصوت. اذهبا. فلتحفظك الآلهة سيدتي، شكرا لك. اذهبا. كأن آلام زليخة لا تكفيها لتمطر عليها السماء بالبلاء كل يوم. يوما يغيرون على مخزن المؤونة، واليوم يسرقون زينتي، وغدا منذ أن أغاروا على مخزن المؤونة سيدتي، ووضع هؤلاء المساكين يزداد سوءا. سمعت أن أوامر يوزارسيف تقضي بأن من يعمل على مزرعة يصبح مالكا لها مع مرور الزمن. هو كذلك، يصبحون مالكين لبساتين أخناتون، كل بمقدار الحنطة التي يقوم بادخارها. وما الذي ينقصني؟
أنا بنت الأشراف لأهب كما يهب يوزرسيف. أنتم أحرار منذ الآن، بل أعطيكم أيضا كل ما أملكه من مزارع الحنطة والبردي والقطن. شكرا لك سيدتي. فلتحفظك الآلهة سيدتي. أنا لست أملك شيئا يشبع جوعكم. أعكف على الزراعة لتحصلوا على قوتكم وقوت عيالكم. لن ننسى أبدا مروءة السيدة زليخة وجودها وكرمها. فلتحفظك الآلهة. تحيا السيدة زليخة، تحيا السيدة زليخة. شكرا لك على كرمك، شكرا لك سيدتي. أليس حريا بالعاشق أن يتصف بصفات معشوقه؟ إن كان يوزرسيف يعتبر نفسه خادما للمساكين، فلما لا تعتبر زليخة نفسها كذلك؟ إن كان هو لا يريد شيئا لنفسه، فلما تريد زليخة شيئا لنفسها؟ كانت هذه البساتين كل ما تملكين، لما وهبتها؟ ماذا أصنع بالبساتين؟ إن لزم الأمر فسأهب هذا القصر أيضا. أنا لا أستطيع أن أدير تلك المزارع، وهؤلاء المساكين كانوا ليموتوا جوعا. دعيهم إذن يتدبرون أمورهم بأنفسهم. وماذا عنا؟ نترك أنفسنا نموت من الجوع؟ نملك ما يكفينا، لا تقلقي، لن نموت جوعا. ما الأمر؟ ما سبب اجتماعكم هنا؟ أين كنت سيدتي؟ إحدى الخادمات غادرت القصر مسرعة وكانت تخفي شيئا تحت ثيابها. لقد لحقنا بها سيدتي لكنها هربت. ألم تعلموا ما كان؟ أمعنت النظر سيدتي، أظنها كانت بعض ثيابكم. وأين رودامون؟ لقد كان رودامون برفقتي في الباحة المجاورة. وماذا كنت لأصنع بالثياب؟ عندما كان ينبغي لهذه الثياب أن تستعرض نفسها وتقوم بإغواء يوزرسيف، لم تفعل. والآن لا حاجة لي بها، فلمن أرتديها؟ إن أذنت لي سيدتي فأنا أطلب الرخصة. إلى أين؟ لا شغل لي في القصر، ووجودي فيه بلا جدوى. أنا جندي، يمكنني أن أخدم في أي قسم من جيش مصر. أما وجودي هنا فبلا فائدة وبلا جدوى سيدتي. لكننا نحتاج إليك هنا رودامون. أنا شديد التعلق بهذا المكان، سآتي لزيارتكم كل يوم. أنا لم أعد أبالي بشيء. افعل ما بدأ. لم أتوقع من نبي الله أمرا غير هذا.
أنا كنت أعلم أن كل نبوءاته سوف تتحقق. قل، هل اطلعت على مضمون الرسالة؟ نعم يا جناب الحاكم، منذ 5 سنوات خلت وفي هذا المكان وفي محضر جناب أخناتون العظيم قال جناب يوزرسيف إن الكهنة بادخارهم للحنطة إنما يضعون الأسس لبداية هزيمتهم. مكتوب هنا في الرسالة أنه قد مضى 5 سنوات على ادخار القمح، والآن يجب أن تكون الحنطة قد فسدت. يجب أن ننتبه يا جناب الحاكم، ولا نسمح لهم أن يتخلصوا من الحنطة خفية. يجب أن يطلع الناس على الضرر الذي ألحقه المعبد بما شقوا في زراعته. إن كانت الحنطة فاسدة فينبغي أن يعلم الناس بهذه الخيانة. علينا أولا أن نقوم بمراقبتهم لكي نعرف متى ينوون التخلص من الحنطة. هذا صحيح عالي المقام، لقد قمت بتفقد كل المخازن. لقد فسدت الحنطة جميعها، لم تعد صالحة للأكل. إنما هي مخازن ادخار للمؤونة، لقد ختمناها منذ عدة سنوات، ولم يكن يفترض أن يكون لنا فيها أي شغل قبل حلول القحط، وإنما كان علمنا بفساد الحنطة صدفة، فللأسف لم نكن ندري أن الحنطة لا تدوم أكثر من 2 سنين. تلك الحنطة التي شاهدناها فسدت منذ 2 أو 3. لماذا يرمون الحنطة في النيل؟ لقد جن القوم. في هذا الوقت حيث الجميع مشغولون بادخار القمح، ماذا يعني ذلك؟ القائد هورنهوب يطلب الإذن بالدخول. أطلب العفو منكم لحضوري المفاجئ. لقد أخبرنا حراس المرسى أن الكهنة يقومون بإلقاء مقدار من الحنطة في النيل، فقلت لعله من الضروري أن أخبركم. نعم، هذا ضروري، هذا ضروري جدا. يا حاجب، ادعوا لي مالك مستشار جناب يوزرسيف فليحضر. على الناس أن يروا عمل الكهنة هذا. لعل جناب يوزرسيف قد علم بطريقة ما أن هذه الأيام هي موعد فساد الحنطة.
أنا في الخدمة يا جناب الحاكم. لقد أخبرني جناب هورن هوب لتوه أن الكهنة يقومون بإلقاء حنطة المعابد في النيل. عليك أن تصطحب الناس إلى مرسى طيبة فورا لكي يشهدوا هذا الأمر. هذا هو الوقت المناسب. نريد أن يعلم الناس ما الذي يفعله الكهنة بما شقوا وتعبوا في الحصول عليه. ما أسرع تحقق نبوءة جناب يوزرسيف يا جناب الحاكم. مالك، أسرع الآن. اذهب لنرى ما سيحصل. هاي، ما الأمر هناك؟ ما الذي تفعلونه؟ لماذا ترمون بالحنطة في النيل؟ ألستم أنتم المشفقين على الناس أم أنكم أعداؤهم؟ مصر مقبلة على قحط بينما أنتم تتخلصون من الحنطة. يا ويلي، ساء الأمر كثيرا. لقد افتضحنا. فليرحمنا الإله آمون. لم أتوقع أن تصدق نبوءة يوزرسيف، ولكنها صدقت. فلنذهب فلم أعد أحتمل نظرات الناس إلينا. هيا فلنذهب. ولكن هذه الحنطة فاسدة. هذه الحنطة سوداء وملأى بالديدان. لماذا يقضون في هذا القحط على ما شقي الناس بجمعه؟ لقد فسد كل القمح الذي قاموا بادخاره في مخازنهم، فلم يروا بدا من التخلص منه. لكن خوفهم من الناس أجبرهم على فعل ذلك ليلا وفي الخفاء. انظروا إلى الحنطة. ألا ينبغي للكهنة أن يكونوا خداما للناس؟ هل هذا معنى الخدمة؟ كم نفسا كانت ستنجو من الموت بهذه الحنطة في زمان القحط؟ كم مزارعا شقي في العمل على هذه الحنطة؟ كم تعبوا وجهدوا في تأمينها؟ أخبروني. هذه هي نتيجة الادخار من غير معرفة. كهنة معبد آمون بدل أن يهتموا بشؤون الناس وخطر القحط أيضا، لم يقوموا إلا بالتفكير بملء بطونهم، وعمدوا إلى إفساد ما شقي الناس في سبيله. اللعنة على كهنة المعبد! 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 هذه فضيحة أخرى. بعد قضية تأويل الرؤيا، هذه المرة الثانية التي يتمكن فيها يوزرسيف من فتح معبد آمون. هل تعرفون إلى أي درجة تزلزلت ثقة الناس بمعبد الإله آمون بعد هذه الخسارة التي لحقت بمخازن حنطة المعبد؟ إنما هي حرب.
فلو أن يوزرسيف ارتكب خطأ كهذا لم نمهله ولو للحظة. أحسنت. لقد أشرت إلى نقطة مهمة. يوزرسيف، ومن حيث نال هو منا تحديدا سننال منه. إنني لم أفقد الأمل بعد. قولوا للناس إن كان المعبد قد أخطأ ولم يصب في ادخاره للقمح، فما الذي سيجعل من يوزرسيف مصيبا فيما يفعل؟ إن كانت حنطة المعبد قد فسدت في 5 سنوات، فإن الحنطة التي تدخر ل7 سنوات ستصبح فاسدة أيضا. إن كانت فكرة الادخار غير صحيحة، فلماذا يقوم يوزرسيف في تكرار هذا الخطأ؟ معك حق. يوزرسيف حمل علينا بسيف ذي حدين، وهكذا سننال منه بالحد الآخر من السيف الذي أسقطه علينا. لقد احتشد جمع غفير من الناس هناك، وأظهروا غضبهم من سوء تدبير المعبد، وهم يعتبرونهم سببا في فساد منتوج جمع عظيم من المزارعين والعمال أيضا. لولا أننا وقفنا حائلا دونهم لكانوا عمدوا إلى ضرب الكهنة. هذا بديهي، فالناس لا يحتملون رؤية فساد ما تعبوا في تحصيله. القمح في هذا الزمان ثمين للغاية. هل أنتم سعداء لكونكم قد أثرتم الناس على معبد آمون؟ لما لا أكون سعيدا؟ آمون هو عدوي. من البديهي أن تكون هزيمة العدو سرورا لي. أهل مصر يعبدونه منذ 3000 سنة. لقد حاول كثيرون أن ينزلوا آمون عن عرش الألوهية، ولكنهم فشلوا. حتما ستفشلون أيضا. لكن الناس هم من كانوا غاضبين، وقد اعترضوا على ادخار المعابد للحنطة. لا يخفى عليكم أن الكهنة هم أيضا يسوقون نفس الحجة على عدم جدوى ادخار يوزرسيف للقمح، ونحن لن نجد جوابا مقنعا. أنا أيضا سألت يوزرسيف عن ذلك سابقا. أنا واثق أنه يمتلك الحجة الدامغة في أي عمل يقوم به. علينا أن نعلم السبب الذي دفع بيوزرسيف إلى إفساد حنطة الناس عامدا متعمدا، لنرى كيف سيجيب على أسئلة الناس. أنا لا شك عندي أن يوزرسيف لم يكن مخطئا، ولديه الجواب المقنع لكل ما قام به. هذا غير ممكن. أي أن الحنطة التي ادخرها يوزرسيف لم تفسد بعد؟ أنا لا أدري ولست أبالي بكل هذه الأمور. ما أود أن أعرفه هو أنه هل أتى يوزرسيف إلى طيبة؟ ألم تقعوا على خبر منه؟ كلا سيدتي، لم أقع على أخباره. لم يأتي إلى طيبة مؤخرا سيدتي. أخشى ما أخشاه أن يأتي إلى طيبة ولا أعلم بذلك. لا تقلقي سيدتي. لا شك في أنه أتى إلى طيبة، سوف نعلم بذلك وسوف نقوم بإخبارك. نعدك بذلك. كوني على ثقة سيدتي، اطمئني. أنا أحب يوزرسيف، وأعد اللحظات للوصول إليه لأحظى به. يجب أن أراه. إذن فأنت تنوي أن تسير إلى منفس؟ إن أذن لي جناب الحاكم بذلك. لقد زاد اشتياقنا إلى يوزرسيف كثيرا. أطلعه على مجريات الأحداث في طيبة، وأخبره أنني أريده هنا في أمر مهم جدا. أمر بالغ الأهمية. أخبره أن جناب الحاكم قد طلب مجيئه إلى هنا، فليأتي إلى طيبة حالا. سأخبره بذلك. يجهل أي مكيدة حيكت ضده. نيمي سابو، أليس هذا سخيفا أن ندخر القمح بسنبلة عوضا عن بناء كل هذه المخازن؟ كان يمكن ليوزرسيف أن يكتفي بمخزن واحد ويدخر فيه الحنطة الخالصة، فهي تحتل حجما أقل بأضعاف، وما كان ينبغي له أن يهدر ثروات الناس المساكين في بناء المخازن. ماذا أقول لك؟
لقد جاء جناب يوزرسيف. يمكنك أن تسأله بنفسك. السلام على نبي الله. تحية الله عليك، تحية الآلهة عليك. ما الأمر أيها الكاهن؟ هل جئت لتسليم الحنطة؟ لا علي المقام، إنما جاء ليثير الضجة لا أكثر. إنه يسأل عن سبب بناء كل هذه المخازن، فالحنطة الخالصة لا تحتاج إلى أكثر من مخزن واحد. قوله صحيح. كان يمكن لنا بدل بناء كل هذه المخازن أن نقوم بادخار الحنطة في مخزن واحد، لكن عندها كنا سوف نبتلي بما ابتلي به ألخماه كبير كهنة مصر من فساد القمح. أجل، هذا هو السر الذي لم أفص عنه لأحد طوال 5 سنوات، السر الذي علمني إياه ربي. يعني نحن أيضا يمكننا أن ندخر القمح بسنبلة. كلنا يمكننا طبعا، هذا إن كان لا يزال لدينا الوقت الكافي لبناء المخازن من أجل ادخار القمح. إذا فقد علمت متى تعمد إلى إفشاء سر ادخار القمح. أتعلم أنت كاهن فطن، كان علي أن أمنع الكهنة والمتمكنين وأصحاب الثروات من استغلال القحط، فقد أمرني الله أن أعين أهل مصر للنجاة. فإن علم الجميع عندها بطريقة ادخار القمح هذه، ما كانت مخازن طيبة لتكون مليئة بالحنطة. فلنذهب الآن. يحيى نبي الله. تحية الله عليك. ما أخبار طيبة يا مالك؟ كل شيء على ما يرام. عالي المقام، الكهنة شديدو الغضب منكم. أخنتون والسيدة يعدان الأيام والساعات للقائك، وقد أكدا علي أن أخبرك بطلبهما لعودتك إلى طيبة والذهاب للقائهما. حسنا، نيميسابو، عليك أن تسير قبلي إلى طيبة وأخبرهم أننا سنكون هناك اليوم. حالا علي المقام. أظنه أمرا مهما إذ أرادا أن أحضر عندهما. نيميسابو. نيميسابو دامون. ينبغي لك أن تكون في منفس برفقة يوزرسيف. ماذا تفعل هنا؟ لقد جئت أخبر جناب أخنتون أن يوزرسيف عائد من منفس إلى طيبة، هذا كل شيء. ماذا تفعل هنا؟ أنا مأمور بحراسة المرسى والحفاظ عليه. أسعدني لقاؤك كثيرا، لكنني على عجل. سوف يصل جناب يوزرسيف إلى طيبة قريبا. لدي الكثير لأقوله، سوف أعود. ها؟ بورو مورياس، اذهب إلى قصر بوتيفار فورا وقل للسيدة زليخة عن لساني إن من تنتظرينه سيعود اليوم إلى طيبة. إلى أين؟ ألم تسمعي؟ يوزرسيف قادم إلى طيبة عبر النيل. أنا أحبه وهو عليه أن يعلم أن زليخة لا تكف يد الطلب. يجب أن ينال هذا الجندي حظوة. لا يليق الخروج على هذا النحو، هذا ليس لائقا. شكرا لك. تاما، تياميني، هي ليست على ما يرام. خذا هذا الرداء والحقا بها سريعا. اذهبا هيا.
هو بنفسه. كبير المستشارين، صاحب المقام الذهبي. إنه المعبر العظيم يوزرسيف. نعم، إنه هو يوزرسيف الحكيم، رزاق أهل مصر. يوزرسيف، يوزرسيف، يوزرسيف. 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 أهلا بقدومك يا يوزرسيف، أهلا بقدومك. أرأيت؟ لم يركب على أكتاف العبيد كغيره. لقد جاء لينزع الأثقال عن كواهل الناس، ولم يأتي ليكون ثقلا فوق أثقالهم. سيدتي، لماذا كل هذا الإصرار على رؤية يوزرسيف؟ هل تريدين إبراز عشقك له سيدتي؟ هل تظنين أن يوزرسيف سوف يكترث لك؟ هو الآن شاب جميل وذو جاه، أما أنت ماذا عنك أنت؟ أصلا هل نظرت في المرآة مؤخرا سيدتي؟ هل تقصدين أني أصبحت قبيحة؟ هل سيحتقرني إن رآني الآن؟ هل سيعيرني بقبحي وهرمي؟ سيدتي المسكينة، اهدئي سيدتي، اهدئي. انظرا، إنها تمشي وهي مكسورة الخاطر. هذه زليخة أجمل نساء مصر. أجل، تلك هي زليخة التي كانت تعبر أزقة طيبة على المحمل فوق أكتاف عبيدها. أتريان ماذا صنع العشق بها؟ لا، يوزرسيف ليس كذلك، لا. هو ما كان ليوبخني أبدا. سوف أعود للقائه ثانية، لكن لا ينبغي أن يراني. علي أن أرى نفسي لأرى إن كنت ما زلت زليخة. يجب أن أرى نفسي.
يا قاسي القلب، أهكذا تكون الصداقة؟ فليحفظ الله جناب أخناتون برحمته. كنت أراقب تنفيذ فرامين جناب الحاكم. أي حاكم؟ إنها مسؤولية من عند الله وليست من عندي. إنه الحاكم الحقيقي، وهو من بعثك لنجاة أهل بلاد مصر العظيمة. كيف حال عزيزنا الوفي بناروس؟ أشكرك كثيرا عالي المقام، أهلا بقدومك. لكن كيف جرى وتذكر جناب يوزرسيف أصدقائه القدامى؟ النسيان ليس من شيمنا، إنما حضرت إلى هنا كي لا أنسى. جئت لأرفع تقريرا عن الأمور الجارية في البلاد، وهي حتما تتعلق ببناء المخازن وادخار الحنطة كما يبدو. أو ربما تتعلق بالمحتاجين والمزارعين، أو تتعلق بالكهنة واستبدادهم. الخادم لا يطلع عادة بأي أمر غير الذي أنيط به. لا ريب أنها أمور مهمة. لنبقي أمور مصر إلى وقت لاحق. نحن اليوم أعددنا لك مشروعا آخر مختلف. لكنني أحمل أخبارا عن بناء المخازن وادخار الحنطة ودسائس الكهنة، وينبغي رفعها. أنا واثق من نجاحك في متابعة الأمور الجارية وفي مواجهة دسائس الكهنة أيضا، وهي أمور يمكن تناولها لاحقا. أنت تواصل مخططك لمواجهة آمون ومعبده، وأنا وأخناتون نقوم بالتخطيط لك. لا تشغل بالك كثيرا، لقد قررنا إخراجك من هذه العزوبية والوحدة التي تعيشها. إذن هذا هو الموضوع. أنا لم أفكر قط بالزواج. أنا أقترح في البدء أن تفكر من اليوم وصاعدا بالزواج. فكر بأسينات ابنة كاموسيس، فهو كاهن الموحدين، كبير معبد الإله أتون. إنها فتاة جميلة وطيبة. إذن هذا هو سبب استدعائي من منفس إلى هنا. يمكنك أن تذهب اليوم إلى كبير كهنة معبد أتون جناب كاموسيس لترى ابنته أسينات عن كثب. ولم هذه العجلة؟ ولم لا؟ فأسينات فتاة جميلة ومن الموحدين. أجل. عليك أن تتزوج بأسرع وقت ممكن. هذا فرمان حكومي يجب أن ينفذ. حتما علي المقام، حتما. لقد أصبحت عجوزا ذليلة. لا، لقد رأيت التجاعيد في وجهي وجبيني. أصبحت قبيحة. لا، لكن الوجاهة والعظمة ما زالتا باديتين في طلعتك. وهل يوزرسيف سيرغب بالنظر إلي؟ أنت لا تزالين رؤوفة ومحبوبة يا سيدتي، لا تقلقي. يوزرسيف في ذروة شبابه وجماله، ولن يهمه أمري. 15 سنة من البكاء والنحيب تذيب الحجر، فأنت وهبت شبابك كله ليوزرسيف. لقد وهبت شبابي كله ليوزرسيف، ليتني كنت وهبته روحي. وجع قلبي هو أنه ليس يدري ما العذاب
الذي أعانيه من فراقه، ليته لو كان يعلم، ليته كان يعلم. يوزرسيف، من أنت؟ ماذا تريدين مني؟ من كانت تلك المرأة؟ ماذا كانت تريد مني؟ لماذا كانت مقنعة؟
أيمكن أن يعود يوسف يوما عبر الطريق التي غادر منها؟ يا ربي، رد إلي يوسف. أمس لاحظت حزنا عجيبا باديا على وجهكم، ما كان سببه؟ حزن البعد عن الأب. ليت لو أنه بالقرب مني. مضى على فراقي له ما يقارب 30 سنة، وأرى نفسي تنازعني لتطير إلى القرب منه. وأين هو يا ترى؟ لماذا لا تذهب للقائه أو تبعث إليه ليأتي إلى جوارك؟ نحن من أهل كنعان، وهي تبعد مسيرة شهر. أردت مرارا أن أذهب للقائه فأخبره عن حالي ووضعي، لكن وقت ذلك لم يحن بعد. ما زال أهل مصر بحاجة إلى وجود بقربهم، وما زالوا عرضة للخطر. ما زال الجوع يترصد بأرواح الناس وأبدانهم، وأنا لم أفعل شيئا لهم بعد. أخشى أن يكون التحاقي بأبي وأهلي سببا في غفلتي عن القيام بواجبي كما ينبغي، فتبقى مهمتي غير مكتملة. وماذا إذن؟ فهو أبوك وهم أقرباؤك، ويجب أن يكونوا بقربك. هم سيأتون إلى مصر في يوم ما، لكن حتى ذلك الوقت علي أن أقاسي ألم الفراق. يقلقني أني لو أطلعت والدي على حالي فسوف يدرك خطيئة إخوتي ويقوم بطردهم، خصوصا أني أدرك أن بني إسرائيل لم يعلموا بحقيقة الأمر بعد. ما دامت إرادة الله جارية على هذا الهجران فأنا سوف أصبر. قلتم بني إسرائيل؟ إسرائيل هي كنية أبي يعقوب النبي، وأنا وإخوتي ندعى بني إسرائيل أيضا. أفهم أن نبي الله قد نال لدغة من إخوته، ولكنه يخفي الأمر عن أبيه يعقوب النبي. أتأذن لي أن أسأل عن السبب؟ سوف تعرفين لاحقا. أعلم. أنتم الرجال تحتفظون بالأسرار في صدوركم ولا ترغبون بإفشائها أبدا. أنا أعتذر عن سؤال لم يجدر بي أن أسألك عنه. لكل سر يوم سوف يفشى فيه، وسوف تعلمين بكل شيء في وقته. لقد أخبرتك منذ عدة سنوات أن أحد سحرة المعبد تنبأ بأن يوزرسيف سوف يجعل مستقبلك وإيمانك في معرض الخطر. عليك بنسيان يوزرسيف. قلت لك ذلك مرارا، لكنك لم تكترثي. لقد آثرت حياتك في سبيل يوزرسيف، لكن ما النتيجة؟ عليك بترك يوزرسيف، بترك هذا العشق المدمر. اتركيه.
عليك بنسيان يوزرسيف. فكري بنفسك قليلا، لا تهتمي إلا بزليخة ابنتي فقط. ماذا عسى أفعل بغربتي؟ كانت معينتي وصديقتي، كانت نديمتي وأمي. لمن عساي بعد الآن أشكو همومي وأحزاني؟ اهدئي سيدتي، أقسم عليك بالآلهة أن تهدئي. أنت رفيقتي وصاحبة سري، أحضرتك إلى جواري لتكوني أنيستي، فلم تركتني؟ أرجوك تصبري قليلا يا سيدتي، تصبري. وكأن ألم فراق يوزرسيف لم يكفني، حتى زاد عليه حزن موتك لماما. أينكم يا آلهة؟ أراكم أكثر موتا منك لماما، وأعجز منها عن النطق، وتكتفون بمشاهدتي. كيف لي أن أصبر؟ قولوا لي. لطالما كانت تتبعني كظل. اذهبا وحضرا تابوتك لماما. كانت تحرسني في كل مكان، كنت أنام وهي تحرسني. نامي بهدوء كلماما، لن تسمعي توبيخ زليخة بعد الآن. لن تري حزن زليخة ونحيبها بعد اليوم. نامي بهدوء، نامي بهدوء. جثمان من هذا؟ كالي ماما. مسكينة كالي ماما، ماتت بائسة. كانت كبيرة خدم زليخة، كانت عظيمة الشأن. يعني لا أحد في القصر؟ لا أظن. فرصة جيدة، يجب أن نستطلع. للأسف لا يمكننا الدخول. للأسف. أنتما عودان.
مصروفات. انتبه أيها الغبي، بهدوء. هذا قصر بوتيفار أم قصر الأرواح؟ نسيج العناكب. فلنذهب. لا يوجد شيء هنا. لا تخبروها بشيء الآن، فقد يزيد ذلك من حزنها. ولكنها إن علمت لاحقا فقد تظن بنا سوءا وترتاب بنا. ما الأمر؟ لما أنتما هنا؟ نحمل لك خبرا سيئا سيدتي. يعني أنه حصل أمر سيء. لقد حصلت سرقة في القصر.
ليس أمرا غريبا. وماذا سرقوا؟ عند عودتنا صادفنا شابين يخرجان من القصر وسرعان ما لذا بالفرار. لم نتعرف إليهما ونظن أنهما سارقان تائهان. وصلنا متأخرين ولم نستطع منعهما سيدتي. كان على أحدنا أن يبقى في القصر. أجل، لا ينبغي أن نترك القصر. وما الذي سأفعله بالذهب والزينة؟ لمن يا ترى أزين نفسي؟ لمن يوزرسيف؟ لماذا لا تساعدني؟ ألست أنت آمون أعظم آلهة أهل مصر؟ ألست أنا آلهة معبدك؟ ألست أنا زوجتك؟ إلى متى ستكتفي بالمشاهدة فقط؟ فليعني واحد منكم. سيدتي إهدي أرجوك. إلى متى السقوط؟ إلى متى هذا الحزن؟ الحزن لفراق يوزرسيف، الحزن لموتك لماما، الحزن لذهاب شبابي، الحزن لضياع مالي وجاهي. أعني يا آمون. سيدتي إهدي. تصبري. يوزرسيف، أعني يا يوزرسيف، أعني يا يوزرسيف. يوزرسيف، يوزرسيف، أعني يا يوزرسيف، أعني يا يوزرسيف. ما هو اسمك؟ لماذا لا تتكلمين؟ يوزرسيف، أعني يا يوزرسيف. ماذا تريدين مني؟ أعني يا يوزرسيف، يوزرسيف. ما الأمر يا نبي الله؟ رأيت تلك العجوز ثانية وكانت تطلب عوني، لكني لا أعرف من تكون. أقصد أني لا أعرف كيف لي أن أجدها. أسرار المنامات ليست خفية على نبي الله، فإن لم تكن قادرا على تمييز ملامح وجهها وتعجز عن التعرف إليها فلا مصلحة في ذلك. كانت تطلب المساعدة ومدت يدها نحوي أيضا. إن كانت محتاجة إليك فإن الله سوف يرشدك إليها.
من هذه المحتاجة؟ من أي بلاد؟ أي مدينة؟ أين علي أن أبحث عنها؟ يا إلهي، عسى أن لا يحتسب عدم المعرفة هذا على أنه تقصير فتؤاخذني عليه. لا أظنه شبع من الطعام بعد أن أصبح في مقام الصدارة في مصر. يخشى أن يكون هناك من هو أكثر منه جوعا في المدينة، وأن يكون شبعه سببا في غفلته عن الجائعين. سيدتي ما الأمر؟ سيدتي علي المقام. ما الأمر؟ هل اقترب الموعد؟ علي المقام، لو أخبرتم القابلة. تحملي قليلا سيدتي، سوف تصل القابلة قريبا. أرسلت مالكا ليأتي بالقابلة. كيف هو حال أسينات؟ إنها تتلوى من الألم. سوف تصل القابلة الآن، وأنت